السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حبايب قلبي في قناتكم سفرة دايما مع الحبايب. ايه رأيكم بالشكل الجميل ده؟ النهاردة هنعمل مع بعض كده حاجة بسيطة جدا. هنعمل الفاجي الاقتصادي او كيكة الشوكولاتة او كيكة الخلاط، سموها زي ما تسموها، حاجة بسيطة كده نفرح بيها اولادنا. بس قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب وبلايك والاشتراك في القناة عشان تبقوا جزء من عيلتي بإذن الله. المكونات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. هنعمل حاجة بسيطة من غير تعقيدات. مثلا لو ما عندكيش عجان او ما عندكيش مضرب كهربي، ممكن نستخدم الخلاط عادي زي ما الخطوات اللي انا هعملها معاكم. تمام، نسمي الله بقى ونقول مكوناتنا. احنا معانا هنا كوبايتين من الدقيق وكوبايتين من السكر. طبعا السكر الايام ديت رايح في حتة تانية خالص، بس الوصفة محتاجة تكون السكر كوبايتين. ومعايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكوباية زيت وكوباية مية مغلية. ما تستغربوش، محتاجينها من تكون مغلية، وكوباية كاكاو غامق اسباني، ومعلقة بيكنج باودر وكيسين فانيليا. هنا هنبدأ نحط الدقيق. هننخله بس مش دلوقتي. هنحط كوبايتين الدقيق، ونحط معاها كمان كوباية من الكاكاو الغامق ومعلقة من البيكنج باودر. نحط كوباية من الكاكاو الغامق الاسباني، ونتأكد اللي هو غامق عشان يدينا لون جميل جدا للكيكة. دي اول حاجة كده هنعملها. تمام، هنركنها بقى كده على جنب، ونبدأ مع بعض في الخطوة التانية. زي ما قلت لك، لو ما عندكيش عجان او ما عندكيش مضرب كهربي، ممكن نستخدم الخلاط عادي. هنحط ال4 بيضات، وتتأكدي ان يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى معاكي ناجحة الكيكة، وتدي معاكي تبقى مظبوطة. ونحط كوبايتين من السكر، ونضربهم جامد جدا، يعني ضرب مبرح كده عشان تفتح معانا اللون. وكيسين الفانيليا طبعا ما نستغناش عنهم عشان زفرة البيض. زي ما قلت لحضرتك هنضربهم ضرب جامد بحيث ان اللون يبقى فاتح. هنا هنعمل الخطوة التانية ودي مهمة جدا. طبعا احنا معانا كوباية من الزيت، وطبعا كوباية من المية السخنة. برضو هنرفعهم على النار بحيث نوصل لدرجة الغليان دوت اللي هيساعد ان الفاج بتاعك يبقى مظبوط. تمام. زي ما وريتها لحضرتك كده اهوت. هنسيبها وهوريكي درجة الغليان. هنا هننخل بقى الدقيق مع الكاكاو. تمام. طبعا هننخلهم كده يعني كل ما تنخلي الدقيق كويس، كل ما بتخش الهواء في الكيكة بيرفع معاكي الكيكة، بيبقى شكلها جميل جدا. طبعا صعوبة جدا في التصوير وفي الشغل مرة واحدة. زي ما وريتها لحضرتك كده دوت الزيت مع المية. ولو الزيت مثلا طفح على وش كده ما تقلقيش جدا. هنا هنعمل خطوة مهمة. طبعا هنحط طبعا احنا ما عندناش عجان ولا عندنا مضرب كهرباء، لا احنا هنستخدم الخلاط عادي. عادي هننزل الدقيق شوية بشوية ونرجع نضربهم تاني لغاية ما نخلص الكمية. وطبعا لو حسيتي ان القوام تقيل جدا، ممكن حضرتك تاخدي مثلا معلقة او معلقتين من المية، بحيث ان هي تساعدك في الضرب. ما تقلقيش خالص. هنخلص بقى الكمية، يعني حبة صغيرين بحبة صغيرين كدهوت، عشان الخلاط طبعا بيبقى تقيل في الصعوبة دي. طبعا الخطوة الثالثة اللي احنا هنعملها مع بعض، ان احنا بعد ما خلصنا الكمية الدقيق وضربناهم كويس، هنحط بقى الزيت بالمية المغلية حبة بحبة كده. تمام. وبرضو نرجع نضربهم مع بعض. كل ما بتضربي الكيكة او على حسب العجان او المضرب او بالخلاط، بيساعد ان الهواء يخش في الكيكة فبتبقى مرفوعة معاكي. طبعا بعد ما خلصنا الكمية ديت، بنجيب صينية مثلا مقاس 20 او 24. وطبعا بنحط لو عندك ورق زبدة حطيها، لو ما عندكيش ممكن زي ما انا عملت كده بطنتها مثلا بزيت وبالدقيق. ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200، وبتقعد مثلا ساعة ونص، لان الكاكاو بياخد فترة على ما يستوي. طبعا هنعمل الصوص الشوكولاتة الاقتصادي. برضو الكيكة معانا النهاردة كلها اقتصادية.
معايا هنا 200 جرام من الشوكولاته الخام، انا مستخدمه ماركه دريم، ممكن حضرتك تستخدمي الماركه اللي انت بتحبيها. ومعايا كوبايه من او نص كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من اللبن، ومكعبين زبده عشان هتدي للصوص لمعان. انا هنا بشرت الشوكولاته قطع صغيره عشان تساعد على اللي هي تسيح بسرعه طبعا مع التقليب. هنا بقى هنحط اللبن، نص كوبايه كفايه، هتكفي معاكي برضو على حسب الحجم التورته او الحجم الكيكايه اللي انتي عاملاه. ونحط الزيت، وطبعا نتاكد ان الزيت نوعيه نظيفه عشان تدي معانا صوص طعمه جميل. وهنا بقى ايه، انا نسيت اقولك، انا هنا معلقتين من الكاكاو والكورونا، ممكن تستخدمي اي كاكاو، ده بيدي للطعم في الصوص الشوكولاته بيبقى جميل جدا. هنقلبهم كده على البارد لغايه ما الكاكاو يسيح خالص. وكده هنضيف القطع اللي من الشوكولاته. طبعا زي ما قلت لك انا مستخدمه ماركه دريم، ممكن حضرتك تستخدمي النوع اللي انتي عايزاه، في انواع كتيره قوي من الشوكولاته بتبقى نوعيتها نظيفه في التورت والكيكات. طبعا هنقلب باستمرار عشان خاطر طبعا الشوكولاته معانا ما تتقلش زياده عن اللزوم، لغايه ما نحصل على القوام المظبوط. هنا اخر حاجه بقى هنضيفها اللي هي المكعبين الزبده، طبعا عشان تدي لمعان للصوص الشوكولاته. طبعا برضو هنتنينا نقلب باستمرار. خطوات بسيطة جدا، بحاجات بسيطة نفرح بيها ولادنا. طبعا الكيكة كده استوت تمام. طبعا احنا هنظبطها بالشكل اللي احنا عايزينه. انا بوريكي هنا السمك الكيكة، طبعا انا هعملها على قطعتين. شلت طبعا الوش اللي فوق دوت وقسمتها كده ايه على قطعتين. هنسيبها تبرد خالص لغاية ما تبقى باردة خالص، بحيث اللي هي ايه ننزل فيها الصوص اللي احنا عملناه. هنا هنعمل مع بعض الجناش اللي هو اللي احنا هنحشي بيها التورته او الكيكه. هنا طبعا انا معايا، طبعا لو ممكن تستخدمي موس الشوكولاته، انا هنا كان عندي كيسين من الكريم جانتيه تمام. وطبعا هنضيف عليهم كمان معلقتين من الكاكاو الغامق. وطبعا السكر الكريم جانتيه لو هتستخدميه خام طبعا هتضيفي سكر، او لو الاكياس انا ضفت هنا معلقتين من السكر تعزز ايه الجناش شويه. وطبعا هنستخدم المية او ممكن لبن ساقع، بس طبعا المية برضو هتبقى معاكي عجينة عشان ايه تبقى ناجحة. لو وصلت معايا لغايه هنا، يا ريت ما تنسينيش بقى بلايك جميل والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم وتبقوا جزء من عيلتي باذن الله. طبعا هنقعد نقلب باستمرار لغايه ما نحصل على القوام او السمك اللي احنا عايزينه. ده الشكل اللي احنا وصلناه. ممكن حضرتك ممكن كريم جانتيه عادي، ممكن موس شوكولاته زي ما انت قلت وما قلت لك. هنا بقى طبعا هنعمل خليط التسقيه للكيكه طبعا عشان تبقى جوسي كده وجميله. هنا معلقتين من الكاكاو ومعلقه جناش ومعلقه سكر وحبه ميه. طبعا هندي بيها نص الكيكه كده بحيث ان هي تبقى جوسي زي ما قلت لحضرتك. وهنحط كميه من الجناش ونوزعها كده ايه في الكيكة او الفاتش الاقتصادي بتاعنا ده، بحاجات بسيطة جدا والله ممكن نفرح ولادنا. مش لازم تكون فيها تعقيدات، مش لازم تكوني شيف حلويات ولا حاجة. انت بتعملي حاجات لبيتك طبعا هتطلعيها احلى حاجة عندك. هنا طبعا بقى بعد ما حطينا الجناش على الكيكة هنسيبها بس في التلاجة يدوبك نص ساعة بحيث اللي هي ايه تجمد شوية. وهنا بوريكم الصوص الشوكولاتة عشان نبدأ تبقى الكيكة شكلها جميل. هنبدأ في الأطراف ننزل الصوص بحيث كمية الصوص مثلا لو قليلة ما تبقاش معاكي مشكلة فيها. ونوزعها كده الكيكة كلها وبحاجات بسيطة جدا من الجناش اللي موجود معانا زوقنا بيها شكل الكيكاية بتاعتنا.
وبألف هنا وشفا. ما تنسينيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تبقوا جزء من عيلتي. مع السلامة.